مرحبا جواره از محامي عبد الكريم ملا سلمان از بلجيكا لبنان جورانا برشاك رومانا مع مستوى علي كولو الثورة الموؤودة مخينة إن شاء الله كيف هو به. في 5 صباحا تابعت المجموعة طريقها مع المهرب حتى الظهيرة بدون طعام ولا ماء، وفي كل مرة يسأله أحدهم: ألم نصل إلى النقطة التي تنتظرنا فيها السيارة؟ يجيب المهرب الذي رضع الكذب: لم يبقى الكثير حتى نصل، حيث كانت السيارة ستأخذهم إلى صوفيا عاصمة بلغاريا بحسب الاتفاق. وبعد استراحة قصيرة أكملوا طريقهم سيرا على الأقدام حتى حلول الليل. بين تلك الغابات والجوع والعطش والخوف يسيطر على الجميع، وخاصة أن بينهم أطفال ونساء. يقال بأن دعوة المظلوم مجابة، وكم من مظلوم رفع يديه إلى السماء داعيا على طاغية الشام، ولا زال يلدغ السوريين. ربما هي حكمة من الله يقولها الكثير من السوريين. لم ينم أحد في تلك الليلة القاسية إلا عندما كان التعب والإرهاق يتغلبان عليهم، ولم يكن نومهم يدوم سوى نصف ساعة أو أقل، فالجوع والبرد لا يدعان المرء ينام. إلى أن أشرقت الشمس، فتابع الجميع السير باتجاه النقطة الموعودة التي كان من المفترض أن يصلوا إليها منذ البارحة. شاهدوا نبع ماء بعد الإرهاق الشديد الذي عانوا منه عطشا وجوعا، فهاجموا النبع كنمر جائع يرى أرنبا بريا، وشربوا حتى ارتوى الجميع، وملأوا العلب الفارغة التي كانت بحوزتهم، ولسوء حظهم لم يروا شجرة مثمرة واحدة في طريقهم. استأنفوا السير وتفاجأوا بحوالي 40 شابا وهم يهربون من الشرطة، ما جعل آراس ومن معه يهربون باتجاه الجبل والاختباء بين الأشجار. بذلك أصبح الطريق أطول مسافة، ودائما يقول المهرب: لم يبقى الكثير. سپاس، ساعتا و خوش به.